البورصة المصرية تشهد نشاط كبير في الفترة الأخيرة، وفي شركة واحدة لفتت أنظار المستثمرين بشكل خاص، وهي شركة هيرميس القابضة. حققت الشركة نتائج مالية رائعة مؤخراً، وتفوقت على توقعات السوق، وخلقت حماس كبير. قصة نجاحهم هي قصة نمو مثير للإعجاب، وقرارات استراتيجية ممتازة، وتوقعات إيجابية للمستقبل. هيرميس القابضة تعمل في قطاعات متنوعة، مما يجعلها لاعباً متنوعاً في الاقتصاد المصري. هذا التنوع أثبت أنه وصفة ناجحة، حيث سمح للشركة بتجاوز العواصف الاقتصادية والاستفادة من الفرص الناشئة. المستثمرون والمحللون يراقبون شركة هيرميس القابضة RHO عن كثب. أداء الشركة الأخير عزز مكانتها كشركة رائدة في السوق المصري. كلما تعمقنا في أسباب نجاحها، يتضح أن هيرميس القابضة شركة جديرة بالمتابعة في الأشهر والسنوات القادمة. يمكن أن يعزى الأداء الاستثنائي لشركة هيرميس القابضة إلى عدد من العوامل. استفادت الشركة من طلب المستهلكين القوي في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى قدرتها على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة. كما لعبت الاستثمارات الاستراتيجية والكفاءة التشغيلية دورا حاسما في زيادة الربحية. إن زيادة الأرباح بنسبة 22% على أساس سنوي هي دليل على الإدارة السليمة للشركة وتنفيذها الممتاز. لم يمر هذا النمو مرور الكرام، فقد كافأ المستثمرون شركة هيرميس القابضة HRHO بارتفاع سعر سهمها. ومع ذلك، يتوقع محلل السوق أيضا تصحيحا محتملا للسوق في المستقبل القريب. هذه ظاهرة طبيعية في السوق، ولا ينبغي أن تكون مدعاة للقلق للمستثمرين على المدى الطويل. في الواقع، يمكن أن يمثل التصحيح فرصة شراء استراتيجية لأولئك الذين يتطلعون إلى إضافة هيرميس القابضة HRHO إلى محافظهم الاستثمارية. تعد تصحيحات السوق جزءاً طبيعياً من الدورة الاقتصادية. غالباً ما توفر للمستثمرين الأذكياء فرصاً للشراء في شركات قوية بأسعار أفضل. في حين أن التصحيح قد يبدو أمراً مقلقاً، من المهم أن نتذكر أنه يمكن أن يخلق نقاط دخول جذابة للمستثمرين. في حالة هيرميس القابضة، يجب النظر إلى التصحيح المحتمل من خلال عدسة أساسيات الشركة القوية وتوقعاتها الإيجابية على المدى الطويل. لقد أثبتت هيرميس القابضة HRHO مرونتها وقدرتها على تحقيق نتائج قوية. قد ينظر المستثمرون الذين يؤمنون بقصة نمو الشركة إلى التصحيح المحتمل كفرصة للشراء في هيرميس القابضة بتقييم أكثر جاذبية. بالطبع، يوصي دائماً بإجراء بحث شامل والنظر بعناية في أهداف الاستثمار والقدرة على تحمل المخاطر. بينما ازدهرت شركة هيرميس القابضة، تقدم شركة أخرى في البورصة المصرية، وهي الشركة العربية لحليج الأقطان ACGC، قصة متناقضة. على الرغم من أن سعر سهم الشركة العربية لحليج الأقطان قد ارتفع مؤخراً، إلا أن هذه الحركة الصعودية لا تدعمها أداء مالي قوي. في الواقع، أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان عن خسائر، مما أثار مخاوف بشأن أعمالها الأساسية. يسلط هذا الاختلاف في الأداء بين هيرميس القابضة والشركة العربية لحليج الأقطان الضوء على أهمية النظر إلى ما هو أبعد من تحركات الأسعار قصيرة المدى. يجب على المستثمرين إعطاء الأولوية للوضع المالي للشركة وآفاقها على المدى الطويل عند اتخاذ قرارات الاستثمار. بينما تبدو هيرميس القابضة فرصة استثمارية مقنعة، خاصة خلال فترة التصحيح المحتمل للسوق، ينصح بالحذر عند التفكير في الشركة العربية لحليج الأقطان. تتطلب خسائر الشركة وتوقعاتها غير المؤكدة اتباع نهج أكثر حذرًا. يجب على المستثمرين أن يزنوا المخاطر والمكافآت بعناية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية تتعلق بالشركة العربية لحليج الأقطان.